ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره تخشوا وتشرفنا في القناه، انا اسمي ام محمد من قناه يوميات هدهد في البيت. النهارده بقى حبيت اوريكم المنظر الجميل ده من فريح جنب بيت بابا. يعني انا كده بصور لكم من شباك البيت. وده الذره المزروع في ريح البيت على طول. وهنا المزرعه الصغيره بتاعتنا، دي المزرعه السعيده. دي فيها برضو في جنب البيت كده ماما زرعة ورد، وزرع ريحان، وزرع نعناع، وزرع رجلة زينة. بس في ريح دولاب بس قدام شوية. بس انا حبيت اوريكم الكوكو ديت وهي بتسقي الزرع. هي كانت رايحة بنية اللعب، مش تزرع، مش تروي حاجة يعني. فهي كده بتلعب. بس يلا كويس اهي بتسقيه. اهي شوفوا هي بتلعب والله. هي اصلا واخداه في جنب كده، في جنب البيت، في الشارع اللي جنب البيت بتاعنا. فان محدش شايف، يعني محدش واخد بالها، هو عماله كانت بتتلفت بقى خايف عشان هي بتلعب وبتعكعك. واخده الميه من ورانا، هي واخواتها خدوها من ورانا وراحوا يلعبوا. بس يلا بتعمل حاجه مفيده، بتلعب، خلوها تلعب، خلوها تلعب وتعمل اللي في نفسها. بس ايه رأيكم بقى؟ بصراحة عندنا في جنب البيت جميل. شفتوا الموز؟ شجر الموز والارض والخضرة ده اللي على الارض ده ذرة. كان مزروع وخلاص استوى، يعني خلاص خلص واتقطع. ده بقى لسه جديد مزروع بعد منه. بس التاني ده كان مزروع بدري شوية. هنا بقى انا كنت روحت، بس وانا مروحة خدت معايا فول عشان نبقى نعمل طعمية. والبنات كانوا طلبوا قالوا لي ماما عايزين بصارة كمان. وكنت جايبة فول عشان ندمسه. الفول الصغير ده حلو اوي اوي يا بنات، جميل. اللي لو عايزة تدمسي تجيبي الحباية الصغيرة، بتبقى حلوة اوي، بتستوي معاك على طول. وكمان بتلاقيها ناعمة وحلوة اوي من جوه. احنا بننقعه قبلها بليلة علشان يبقى مستوي كده معانا وما ياخدش وقت على البوتاجاز عامة يعني. تحطيها في مية فبتلاقيه بيشرب مية وبيتفرد كده في المية. وكنت جبت فاصوليا من عند ماما عشان نعمل، ما كنتش طبخت يعني. رحنا عند ماما كانت عامله سمك ورز. الولاد كلوا كده، بس انا بقى ماليش في السمك، ما بحبش يعني. السمك ما بيحبنيش خالص. وجبت كمون ومرقه. هنا كنا احنا المغرب اصلا، يعني كنت عملت شغل البيت هنا وكنت فطرتهم وكنا كلنا برضو. كان في بواقي اكل خلصناه عشان ما يبقاش حرام علينا يترمي. كان عندي مكرونه وكان عندي بيض وكان عندي كوارع برضو كنت جايباها من عند ماما، سخناها وكلناها. وكان عندنا فطير، هبقى اعمل معاكم مره فطير. كانت ماما بعتلي فطيره كبيره قوي، كلنا بعسل وجبنه. ورحنا عند ماما. الولاد بقى اكلوا رز وسمك هناك، بس انا بقى ما اكلتش سمك. قعدوا يتحايلوا عليا بس انا ما قدرتش اكل سمك بصراحه، ماليش في السمك خالص. فبنتكلم عن الفاصوليا ومش الفاصوليا. ماما تقول عندي، وخالتي تقول ده انا عندي فاصوليا كتير قوي في التلاجة ومش عارف ايه. قلت لهم تصدقوا انا نفسي رايحه لها. احنا على طول بنعمل لوبيا لوبيا لوبيا. بس انا نفسي رايحه اول الفاصوليا. الواحد عشان بيغيب مع لما بيعمل الحاجة فبتوحشه يعني. هنا بقى ده كانت كنت بنقع بقى الفاصوليا. تنقعيها قبلها بشوية بس ما فيش 5 دقايق كده يعني. حطيتها دقيقتين 2 وقمت حطها بس تتسلق، لان الفاصوليا آه، هي خلاف عن اللوبيا شوية. يعني انا اللوبيا بنقعها بس بعملها على طول، بطبخها على طول. انما الفاصوليا لازم تسلقيها. هنا بقى كنت بنقي الفول ده حلو اوي. الكيلو منه عمل 35 جنيه، انا كنت جايبه ب20 جنيه. يعني اكتر من النص، مفيش ب2 جنيه ونص بس. بس حلو اوي. والفول اللي هو بتاع الطعمية كان ب40 جنيه. هنا بقى معلش اعذرونا عشان الاضاءة. التليفون كان عمل مني كان عاوز يشحن. ف... فالفلاش بتاعه كان فصل، مش راضي يقيد خالص. كانوا العيال عمالين يلعبوا عليه.
ففصل مني بقى، ملحقتش اشحن. والاضاءة في المطبخ اللمضة انا غيرتها، ان شاء الله المرة الجاية يبقى كويس. هنا بقى كنت خلاص نقعته وحطيته او حطيته يعني نقعته للصبح بقى. وكنت انا خلاص الفاصوليا سلقتها، بنسلقها قبل ما يعني انا قلت لكم يعني بنسلقها قبل ما نطبخها. هنا سلقتها وسيبت عليها ميه ساقعه ونركنها بقى ايه، ونركنها بقى على جنب. هي بصراحه بتبقى جميل، انا بحبها، او بتبقى عامله زي الطحينه كده، بتبقى حلوه قوي قوي بصراحه. فرمت لها بقى هنا الطماطم والقرنين الشطه الحمر بتوعنا عشان تبقى حمرا وحاميه، وحطيت لها فصين توم. هي في ناس بتعملها من غير توم عادي، واحنا كنا بنعملها من غير توم برضو، بس فصين التوم بتلاقي بيخلي ريحة الاكل حلوة جميلة اوي. هنا كان الخلاط العيال كانوا عاملين عليه عصير ليمون وانا مش هنا، وكسروا الجلدة بتاعته من تحت. فشوفوا لو تلاحظوا بيصر على الزرار من تحت. هنا بقى كنت حطيت حتة سمنة، معلقتين سمنة في الحلة، وقمت مقطعة عليهم بصلاية وسط، وقمت نازلة ايه على طول بالطماطم. وخلينا بقى ايه، احنا قلنا لكم ايه، نبقى متفقين كده طول الحر ما نقليش إيه، ما نحمرش البصلايه، عشان كل ما بتحمريها هتلاقي في حمو يطلع على صدرك لما تاكلي. فالحر مش عاوز ان انت تحمري البصل والكلام ده. هنا كنت حطيت مكعب مرقه، وحطيت ملح وفلفل وكمون، بس نراعي ان المرقه فيها ملح عشان برضو ما تبقاش حادقه مننا وتبهدل. هنا بقى رحنا نقينا الرز، ادي شويه الرز وقعوا معاهم الحمد لله. انا الرز بتاعي نضيفه كل حاجه، بس كنت حاطه فيه ملح خشن علشان السوس والحشرات وكده يعني. لان احنا هو شكارة الرز هي شكارة كبيرة، يجي 70 لا 75 كيلو 80 كيلو كمان. ف... فاحنا ما بنستهلكش رز بصراحة، احنا الاكترية بناكل مكرونة. يعني احنا بناكل مكرونة كتير، بنموت في المكرونة بصراحة. كنت نقيت الرز بقى وخلاص. كانت التقلية هنا كانت اتعملت للفاصوليا. قمت حاطة الفاصوليا تستوي. هو على فكرة الوقت ده انا ما كانش ينفع ناكل يعني. انا عمري ما طبخت الطبيخ ده كده بالليل بصراحة، بس كان هيجرالي حاجة لو ما كنتش كلت الفاصوليا بصراحة. يعني كان هيجرالي حاجة لو ما كلتش فاصوليا. بقالي سنين ما كلتهاش، اللي انا ما كنتش برضه، وكنت بغضب عليها لو ماما عملتها هناك. بس لما الواحد بيتجوز بيبقى عايز ياكل كل حاجة امه كانت بتعملها وهو ما بيرضاش ياكلها. والله العظيم احنا كل حاجة في بيت اهلنا بنشتاق لها. ولما تتجوزي كمان كل الحاجات اللي امك كانت بتعملها بتحبي ان انت تعمليها، وتقولي ده ماما كانت بتعملها، مش وتحاولي تعمليها زيها بالظبط حتى لو ما كنتش بتاكليها. وبتبقي على طول بتفكري في انت كنت عايشة ازاي، كنت بتاكلي ايه، كنت بتعملي ايه. عايزين يعني انت عايزة تبقي زي امك بالظبط، يعني عايزة تبقي زيها في كل حاجة. انا حبيت حاجات كتير قوي قوي هنا لما سبت ماما وجوزت. متجوزة بقالي 15 سنة، يعني ماشية في ال15 سنة اهوت. انا كنت متجوزة برضو صغيرة، كان عندي 15 سنة، انا لسه يعني في 29. فالمهم احنا عملنا الرز وكده ودخلنا على الأوضة، لقيناهم قلبين الدنيا. فكنا هنروقها، بس قلت اما اخش على المواعين الاول، الطبقين دول اغسلهم. دول مكان ايه، مكانوا بياكلوا قبل ما نمشي، قبل الفطور. ماشي. انا ببقى هناك عند ماما، ما بروح هناك ببقى طينة، ما بقدرش اقوم من مكاني خالص، ما بقدرش اعمل اي حاجه. انا اصلا رايحه هناك ماما بتقول لي ايه، اخلعي يا بنت الطرحه وهات المروحه وشغليها عليكي، انت عامله كده ليه، هبطانه كده ليه، هتموتي، إيه مالك فيكي ايه. بطلع من البيت ان انا مسستمه نفسي، ان دماغي خلاص، انا بفصل اول ما بروح عند ماما، ان انا مش قادره اعمل حاجه. ببقى قاعده زي الملكه، بس هي كده يعني تعمل لي عصير وتقول لي مش عارف ايه وايه وايه، ونامي يا بنتي هنا شويه وخشي نامي وبتاع كده. المهم عشان ما نتوهش من بعض، كنا بصينا على الفراخ برضو.
حطينا لهم الخل ده، انا حطيته لهم. الخل ده بيبقى زي غسيل كده للمعده، وبيبقى منشط للكبد ومش عارف ايه، وبيطرد السموم. انا اول مره احط لهم، او تاني مره. الخل ده مركز، يعني لو هتحطي منه على حله زي دي لتر او لترين، حطي معلقه كبيره او معلقه ونص، لانه هو حامي قوي شديد. دخلت بقى هنا على الطرح. كانت مكركبه عندي، مش مني، من الولاد بيخشوا عشان الأوضة ديت فيها التكييف. بيفرشوا بطانية على آخر السرير، طبعا السرير مش هياخدنا كلنا، فبنام أنا والبنات فوق، وهما بيفرشوا على الأرض الرجالة بيفرشوا بطانية وبيناموا، فبيدهولوا الدنيا يعني. فشوفي بقى لما كل يوم تصحي، بدل ما ترتبي سرير تطبقيه، لا بتقعدي تلمي بقى بطاطين من على الارض، وبتقعدي تشيلي حاجات ومحتاجة، مع ان اوضتهم فيها مروحة حلوة بتاعة السقف، بتجيب هوا جميل، والله بتجيب هوا حلو اوي. بس هو لازم بغضب وهقول لهم هروح انا انام فيها وسيبوني اعتقوني لوجه الله، بيزعلوا يقولوا لي لا والله ما تحصل، والله يا ماما لا تنامي معانا، والله يا ماما لا تنامي معانا. طيب انام واقعد بقى ساعتين الم في الدولاب وكده. وكنت منزله كمان الضلفه بتاعتي عشان اطبقها، وكانت الدنيا مكركبه خالص يعني. الطرح دي بقى كل ما اعدلها الحلوين البنات يعملوا لي عرض ازياء، الاقيهم عاملين لافين لي على وسطهم كده زي الساري الهندي، و... ورابطينه من على قفاهم من ورا، وحاطين نضارات، و... ولافين طرح، وعاملين لي جيب وحاجات. فانا غلبت، انا غلبت يعني بصراحه يعني. ويشدهم الدرج ياخدوا، مش يرجعوها تاني بقى الطرحه زي ما كانت، لا 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 لا، مفيش، ما عندناش الكلام ده. يكبسوها في قلب الدرج، ويقوموا كابسين الدرج مدخلينه لجوه. ولف يا ماما بقى انتي، احنا الحمد لله احنا كأمهات، انتي تعملي اوضة النوم تلاقي الصالة اتوسخت، تروحي تعملي الصالة تلاقي الركنة اتوسخت، تعملي الركنة تلاقي أوضة الأطفال اتوسخت، تخلصي من دول تلاقيهم قلبين المطبخ، تخلصي المطبخ تطلعي تاني على الصالة، تروحي تغسلي الحمام تلاقيهم دهولوا الدنيا. هو كده. تنضفي التلاجة تلاقيهم موقعين حاجات. طب والله بعد ما عملت ده كله، بعد ما خلصت انا كده بقى ايه، طبقت الطرح وخلصت والأوضة نضفتها وكنستها وكده. قمت جايبة دي خلطة كده، يعني زي معطرات كده بنجيبها من العربية اللي بتلف، بحط شوية. انا كنت ماسحة شايلة ده كللاته امبارح، ولو امبارح كنت شايلة يعني، بصي بضمير. بس الحتة الجو منه حر قوي، فبنعوز نعطر كده على طول، فبجيب المعطر ده بقوم رشاه. واقوم عاملة ايه بقى، مسحة كله كده، يعني الحتت الباينة بتلاقيها اترطبت كده عليكي شوية. ولما التراب مهما بتكنسي بس بيبقى فيه يعني ايه، زي هبو التراب كده، فالشرشوبة ما بتكون مبلولة وتحط معطر وتطوقي، بتلم الدنيا معاكي بصراحة يعني، بتبقى حلوة. بقى جبت كله الركنة والأرج بقى وكده، وروقنا بقى كله. انا بعمل الحركة دي كام مرة يعني، مش عارفة، في الصيف تلاقي الدنيا على طول بتتدهول بتتدهول. مش برضو التراب مش بيبقى من العيال برضو عشان ما نظلمهمش، بيبقى من الشبابيك، واحنا كمان الشارع هنا احنا على طريق، فتلاقي التراب داخل على طول وكده يعني. والله فاحنا كنا يلا في بيوت اهالينا بنقعد ما بنعملش حاجة، بتتجوزي هي بس هذه سنة الحياة. السجادة الزرقاء دي نضيفة، انا لسه غسلها قريب، بعد ما عملت ظبطت الشقة وروقتها وخليتها زي الفل. والله ما بكدب عليكم، بعين علبة السمنة من المطبخ راح عينها في التلاجة، لان الجو حر قوي، وبيخليها شوربة في العلب. تقوم واقعة من ايدي وانا رايحة عند التلاجة، تقوم واقعة من ايدي، وقع علبة السمنة على السجادة، والله مدهولة الدنيا، قعدت اعيط يعني.
كنت هنا بقى رشيت معطر وروقت الدنيا قبل الصدمة بقى اللي حصلت لي. وكنت غرفت خلاص الفاصوليا والاكل وكل حاجة. حبايبي ما تنسوش الاشتراك واللايك. والله انا بتعب بصراحة، بتعب يعني. بعدين انا بصور بايدي من غير ستاند، لسه ما جبتش ستاند، فانتوا بقى لو شجعتوني هنجيب ونظبط الدنيا. فهنا بقى كنت دخلت على المطبخ. كانوا هما الطبقين بس مفيش حاجة. و... ومسحته برضو زي بقية الشقة. المطبخ انا عندي بيتمسح كل يوم، لان انتوا شايفين البلاط يعني يعتبر ابيض، هو سمني بس او يعتبر ابيض. فبعمل الحركة دي والله على طول لازم، وانا واقفة لو هغسل مواعين 100 مرة في اليوم لازم الشرشوبة وراها لازم. جماعة بعد اذنكم ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، عشان احس كده ان في حد يعني ايه، انت في تشجيع منكم. ويا ريت تقولوا لي انتوا عايزين مني ايه، يعني روتينات ولا طبيخ ولا انتوا حابين مني ايه بالظبط. وما تنسونيش. ومع السلامة يا حبايبي، مع السلامة، باي.